حياكم الله من جديد في اكشن دوري على ام بي سي اكشن واذاعه ام بي سي اف ام. ضيوف اليوم الاستاذ عبد العزيز شرقي والاستاذ فيصل المطرفي. الاتحاد اليوم تواترت انباء عن وجود محامي اللاعب البرازيلي دي سوزا في مقر نادي الاتحاد. المحامي يريد إلغاء الاتفاقية الأخيرة التي تم على أساسها جدولة الدفعات المالية لصفقة اللاعب البرازيلي سوزا، وطالب وكيل اللاعب بعودة الاتفاقية القديمة التي كانت مجدولة على 3 دفعات. أيضا الوكيل اليوم حسب ما وصلنا من أنباء أنه هدد أنه سوزا لن يلعب أمام الأهلي إذا لم يتم العودة للاتفاقية القديمة، وقبل مباراة الأهلي حصل اللاعب على دفعة قيمتها حوالي 600 ألف ريال. الآن الوكيل رفض ويريد الاتفاقية القديمة، وإدارة الاتحاد اجتمعت اليوم مع المدير الفني لفريق الاتحاد كانيدا تحسبا لعدم مشاركة اللاعب بالمباراة على أساس أن المدرب يحطها ضمن الخيارات. لمعرفة الحقيقة كاملة حول هذه الأنباء معنا الزميل عادل الجبرتي، متحدث رسمي لنادي الاتحاد ومساعد مدير المركز الإعلامي في نادي الاتحاد في أول ظهور له. مساء الخير عادل. مساء الخير ابو بدر، مساء الخير على ضيوفك الكرام وعلى الساده المشاهدين. اول شيء حياك الله، وانا سعيد اني اسمع صوتك عادل، طبعا من الزملاء اللي اشتغلنا مع بعض في فتره قديمه في الصحافه. عادل، ما صحت كل ما قيل؟ اعطينا الحقيقه، القصه، نبغى القصه من جوا الاتحاد. طيب انا ببدا من حيث ما انتهيت في موضوع الحملات يعني. طبعا احنا في نادي الاتحاد طبعا متعودين على هذا الشيء، وحتى جمهور الاتحاد تعود يعني فتره لفتره تلقى قضايا تفتح على اليمين يسار تجاه نادي الاتحاد، بالذات في المباريات الحاسمه. وعلى فكره حتى نادي الاتحاد هو مسكين ما يلحق يلتقط انفاسه. عموما اللي صار في موضوع سوزا، احنا تفاجأنا طبعا تواترت الانباء عن انه المحامي حق سوزا رفض الاتفاقيه الجديده لجدوله المستحقات وطالب بالعوده للاتفاقيه السابقه. اوكي. هذا الكلام طبعا غير صحيح، لانه اصلا الاتفاقيه الجديده اللي عدها واقترحها هو المحامي نفسه. طيب. فهذا الامر منتهي منه، نادي الاتحاد ملتزم فيها يعني. وحتى سوزا بالنسبه له التزام كامل يعني، تحصل على دفعه وحصل على راتبه قبل مباراه الاهلي. اوكي. الغريب انه حتى اجتماع اليوم اللي كان فيه المحامي ترى كان مع المدرب كنيدا مع اللاعب. يعني المحامي موجود اليوم في النادي. ايوه اجتمع معاه. على اساس انا ابغى اعرف حقيقه الخبر. اول حاجه المحامي كان موجود. كان موجود المحامي، لأن المحامي موجود مع اللاعب طبيعي. يجي له من فتره لفتره كوكيل اعمال ومحامي له، يجي له من فتره لفتره بالذات يعني في المباريات الحاسمه، يجي يعني يقدم نصائح وارشادات لبعض اللاعبين زي يحتاجون، خصوصا اللي يكون تجربه في مكان جديد. المحامي تواجد اليوم، اجتمع مع كنيدا. مع كنيدا على اساس امور فنيه، كان مناقشه المستويات. كنيدا اجتمع مع اكثر من 6 لاعبين اليوم ترى. يعني مو بس سوزا. يعني الاجتماع كان يعني حتى على مستوى اعضاء الاداره ما في احد موجود كان، حتى في الاجتماعات اللي ذكرتها هذا كان اجتماعات فنيه خالصه يعني. المدرب مع اللاعبين على المستويات، فكان محامي اللاعب موجود اصلا من قبل مباراه الاهلي، هو موجود معي يرافقه يعني في فترات اللي زي كذا، بحيث انه ايش يعطي نوع من الدفعه المعنويه له، لا اكثر ولا اقل. طب ايش اللي طلع الموضوع؟ ايش اللي خلى الان هذا الخبر ينتشر اليوم الان؟ انه يعني تواجد المحامي، يمكن احد شاف المحامي بس وطلع القصه هذه. على فكره يعني حتى قبل فتره على موضوع سوزا، احنا ترى من بدايه الموسم واحنا نعرف انه في ناس يعني تطلع اخبار، يعني سمعنا عن خبر انه في 4 ملايين كشرط جزائي في حاله عدم سداد المستحقات واخبار كثيره عن سوزا. لكن احنا نقول لك في الاخير هذا غير صحيح. سوزا بيتمرن، سوزا بيلعب، سوزا قاعد يحاول يؤدي وينسجم، واحنا عارفين انه عنده اكثر من كذا وحيظهر ان شاء الله الفترات الجايه. يعني انا اقول لجمهور الاتحاد عليكم في الملعب، شوفوا المباراه الجايه ان شاء الله بعد العيد باذن الله سوزا حيكون في الملعب ولاعب ان شاء الله. اذا الموضوع عادل الجبرتي لا يزيد عن كونه ان المحامي تواجد اليوم في النادي ادى واجتماعه مع المدرب ادى الى ظهور هذه شائعه زي كذا. يعني هذه على قولتهم اللي قال لك ما في نار من غير، ما في دخان من غير نار، هذه النار فقط وجود المحامي واجتماعه مع المدرب. هذا امر طبيعي وبدل، واحنا متعودين يعني، حتى جمهور الاتحاد صار متعود على مثل الاشاعات هذه والحملات اللي تجي. لكن احنا نقول لك ان شاء الله انه صابرين يعني، وما عندنا اي مشكله، انه مستعدين نوضح للجمهور الاتحادي في اي وقت على اي موضوع، وان شاء الله انهم يكونون سعيدين ومبسوطين دائما باذن الله. يعطيك العافيه، شكرا لك اخ عادل. يا عادل راح ابو نواف، يلا معك يا عادل، تفضل. انا اقول ان شاء الله تنتهوا الى غير وفاق مع سوزا وما تشوفوا المباراه الجايه، لانه الاتحاد ما استفاد منه، بالعكس الاتحاد خسر ملايين عليه، وبالتالي لا قيمه فنيه له في الملعب، واي ناشئ الاتحاد يلعب افضل منه.
انا شوف ابو نواف، انا يمكن اخذ شطر من الكلام اللي انت ذكرته، يمكن في جزء من الصحه انه مثلا الجمهور كان يتوقع من سوزا اكثر من كذا، لكن شوف التجارب دائما يعني علمتنا هنا، في لاعبين كثيرين حضروا في السعوديه كانت بداياتهم بدايات باهته، يعني انت لو بتاخذ مثال الان يعتبر في السنوات الاخيره افضل طالع لاعب في السعوديه كاماتشو بداياته كانت مع الهلال باهته، لكن في الاخير تحول الى نجم بعد ما انسجم، فاحنا نقول ان شاء الله يعني احنا متفائلين وعارفين مستوى سوزو وعارفين امكانياته الحقيقيه، وان شاء الله يعني نتمنى ان شاء الله المباريات الجايه يكون مستوى اعلى ويظهر ويقدم اضافه لنادي الاتحاد. شكرا، يعطيك العافيه عاد.